لما تيجي تفكر في موتوسيكلات الادفنشر اللي بقت تريندي دلوقتي والناس كلها بتحبها وهي تتحب الصراحه، اول اسم بيجي في بالك غالبا هو بي ام دبليو جي اس. بس ليه الموتوسيكل ده بالذات مع انه بيجي بسعر ممكن يشتري لك موتوسيكلين او حتى 3 من شركات تانية؟ النهارده نعرف كل الاسرار اللي مخليه اغلى ادفنشر في العالم. فاشترك في القناه واعمل لايك للفيديو. من غير مقدمات كتير خلينا نخش في الموضوع على طول. لما نتكلم عن بي ام دبليو جي اس لازم نرجع لسنه 1980، السنه اللي غيرت مفهوم الادفنشر بالكامل. قبل كده كان يا اما موتوسيكلات طرق سريعه يا اما موتوسيكلات اوف رود، لكن ما كانش في حاجه بتجمع العالمين في موتوسيكل واحد. هنا ظهر ار اي تي جي اس، اول جيل في سلسله جي اس كلها. وحرف الجي والاس معناهم هنا جليندا شتغاسه بالالماني، اللي هو طرق وعره وطرق ممهده، واتمنى اكون قلتها صح. المهم الفكره كانت بسيطه لكن غيرت عالم الموتوسيكلات. موتوسيكل يقدر يسافر الاف الكيلومترات على الاسفلت وفي نفس الوقت يدخل الصحراء والجبال بدون اي خوف. من الاخر يكون بتاع كل حاجه في اي طريق شغال. الشهره الكبيره جت لما جي اس دخل رالي باريس دكار، واحد من اصعب واخطر السباقات في العالم، واللي حقق انتصارات متتاليه من بدايه 1981. الانتصارات دي عملت كلام كتير حوالين الموتوسيكل ده وخلى الناس تقول عليه انه هو اسطوره، والناس بدات تبص له على انه مش بس وسيله نقل، ده آلة مغامره حقيقيه. مع مرور السنين جي اس بقى ايقونه، اي حد عايز يسافر الاف الكيلومترات او يعمل رحله عبر قارات دايما بيختار جي اس. والهيبه دي مش بس في السباقات او الاداء، لكن كمان من اسم بي ام دبليو نفسه اللي دايما مرتبط بالفخامه والجوده العاليه والتكنولوجيا اللي ملهاش حدود. واحد من الاسباب الرئيسيه اللي مخليه البي ام دبليو جي اس غالي انه كل تفصيله فيه معموله بدقه عاليه، جوده المانيه من الاخر. انت بتبص على الموتوسيكل تحس ان كل مسمار وكل قطعه فيه معموله بتعب حقيقي عليها. الشاسيه معمول من مواد متينه زي الالومنيوم عالي الجوده اللي بيوازن ما بين الخفه والقوه. التانك نفسه متصمم علشان يتحمل رحلات طويله واجواء صعبه من برد وحر ومطر. حتى التجميع بيحصل في مصانع بي ام في المانيا اللي معروفه بدقه التصنيع اللي ممكن نوصفها بهندسه الساعات مثلا في سويسرا، لكن هنا في الموتوسيكلات كل حاجه ليها معايير شديده جدا. وده اللي بيدي احساس الاعتماديه، ان الموتوسيكل ده ممكن يعيش معاك سنين طويله جدا من غير اي مشاكل. الدهانات والخامات الخارجيه معموله علشان تتحمل الرمال والحجاره والصدمات البسيطه اللي ممكن تقابلك في الطرق الوعره اللي انت هتمشي فيها بالبايك ده، وفي نفس الوقت من غير ما تبوظ شكل الموتوسيكل او تقلل من قيمته الجماليه. كمان حاجات زي الجنط والاجزاء المعدنيه التانيه مش بتصدي بسهوله، ودي نقطه مهمه جدا للمغامرين اللي ممكن يقابلوا مطر ورطوبه ورمله في رحله واحده. يعني باختصار انت مش بتدفع بس فلوس في اداء او اسم وخلاص، انت بتدفع كمان في موتوسيكل معمول زي دبابه بس شكلها فخم وحديث. واللي مخليه حديث فعلا هي ان اول حاجه بتيجي في بالك هي التكنولوجيا الالمانيه الدقيقه لما تسمع كلمه بي ام دبليو. ده بالظبط اللي مخلي الجي اس مختلف عن اي موتوسيكل ادفنشر تاني. اولا عندك نظام الدايناميك اي اس اي او الالكترونيك سسبنشن ادجستمنت، اللي بيخلي السسبنشن بتاع البايك يتظبط الكترونيا في ثواني. يعني لو انت سايق لوحدك او راكب معاك حد تاني او محمل شنط تقيله، الموتوسيكل بيظبط نفسه اوتوماتيك عشان يديلك احسن ثبات وراحه ممكن تاخدها من غير ما انت تتدخل في اي حاجه. كمان في نظام رايدنج مودز برو اللي بيديك اوضاع قياده مختلفه زي رين للمطره ورود للطرق العاديه واندورو للطرق الوعره. كل وضع بيغير استجابه الموتور ونظام الجر والاي بي اس كمان علشان الموتوسيكل يبقى جاهز تماما لاي ظرف ممكن تقابله ولاي طريق. اما المواتير فالجي اس بيجي بموتور بوكسر توين الاسطوري من بي ام دبليو، تصميم فريد مميز مع 2 سلندر قصاد بعض بالعرض مش بالطول زي باقي الموتوسيكلات العاديه. الفكره هنا مش بس شكل مميز لكن كمان توزيع وزن ممتاز وعزم قوي من اول ار بي ام قليل، وده اللي بيخليه ثابت زي الصخره حتى في المنعطفات ومتوازن على الطرق المكسره واللي مش ممهده تماما. وطبعا ما نقدرش ننسى انظمه الامان اي بي اس برو اللي بيشتغل حتى وانت مايل على المنعطفات وبيوقفك حتى لو ماشي في الصحراء او مطره او طريق مزحلق. تراكشن كنترول متطور اللي بيخلي الموتوسيكل تحت سيطرتك حتى لو انت ماشي على اصعب الطرق. يعني من الاخر الجي اس مش بس موتوسيكل، دي تكنولوجيا متقدمه ماشيه على عجلتين، وكل تفصيله فيها معموله عشان تخليك مغامر لكن بامان وراحه تامه. بي ام دبليو جي اس مختلف عن اي موتوسيكل ادفنشر تاني بسبب كميه التكنولوجيا والرفاهيه اللي بتاخدها. واحده من التفاصيل اللي بتيجي مع البايك ده هي اول حاجه هتلاحظها هي الشاشه الكبيره. الشاشه دي مش بس العدادات السرعه والار بي ام، لكن كمان بتتواصل بموبايلك عشان تعرض الجي بي اس وتتحكم في المكالمات والمزيكا وحتى اعدادات السواقه كلها من مكان واحد وبشكل واضح جدا. والاضاءه بقى بي ام دبليو حطت نظام ال اي دي متكيف، يعني الكشافات الاماميه بتتظبط اوتوماتيك حسب ميل الموتوسيكل في الملفات وحسب الحاجات اللي قدامك، فتديك اضاءه مثاليه حتى في اصعب الظروف، وده فرق كبير في الامان والرؤيه بالليل وحاجه مهمه جدا. الراحه كمان واخده حيز كبير هنا
عندك مقابض والكرسي بتاع البايك فيهم تسخين للراكب والسايق، حاجة هتقدرها جدا لو سايق في البرد أو مسافر لمسافة طويلة. ولو بتفكر في الرحلات الطويلة فبي ام دبليو بتوفر شنط ألمنيوم متينة جدا ومضادة للمية والنار والأعاصير وكل حاجة، معمولة مخصوص عشان تتحمل الأوزان والصدمات من غير ما تتأثر، وحجمها كمان كبير تقدر تملاها حاجات براحتك. حتى حاجات بسيطة زي نظام الدخول من غير مفتاح والتحكم في الطلوع على الطرق العالية كلها بتديك إحساس إنك سايق حاجة فخمة متجهزة بأحدث ما توصلت ليه التكنولوجيا في ألمانيا. الجي اس مش بس ادفنشر بايك، ده ادفنشر بايك فخم بيجمع الرفاهية مع المغامرة اللي تخليك مرتاح في أي رحلة مهما كانت صعبة أو طويلة. اي حد بيركب البايك هتلاقيه فورا جزء من عيله كبيره من المغامرين، والموضوع بقى اكبر من مجرد سواقه او سفر مع بعض. هتلاقي اغلب ملاك الجي اس عاملين تجمعات ورحلات عالميه زي جولات في اوروبا، عبور الصحاري في افريقيا، او حتى رحلات عبر قارات كامله فيها فعلا نادي غير رسمي لملاك جي اس، وكلهم بيساعدوا بعض بخبرات ونصايح ونقط توقف في الطريق. الشهره اللي الموتوسيكل ده حققها في سباقات دارك رالي على مدار السنين عملت له هاله اسطوريه. اي حد يشوفك راكب جي اس بيشوفك مش بس راكب موتوسيكل، لكن راجل مغامر عاشق للتحديات قادر يوصل لمكان صعب محدش غيرك يقدر يوصل له بالبايك ده. كمان الجي اس بقى رمز للمغامره الفخمه، يعني مش بس مغامرات وخلاص، لكن مغامرات براحه واحدث التكنولوجيا كمان، وباحساس انك سايق ايقونه معروفه ومحترمه في كل مكان. الناس فعلا بتقدر البايك ده، وده كله بيرفع قيمته المعنويه بشكل كبير. الناس مش بس بتدفع فلوس في اداء وجوده، لكن كمان في اسم وتاريخ وصوره ذهنيه قويه جدا. لما تيجي تبص على اسعار بي ام دبليو جي اس، خصوصا موديلات زي ار 1250 جي اس ادفنشر، هتلاقيها بتبدا من ارقام كبيره جدا، من اول 22,000 دولار وبيوصل لاكتر من كده، وده بالمصري ما يقارب مليون جنيه من غير ضرايب وجمارك. مقارنه بموتوسيكلات ادفنشر تانية في اسواق تانية السعر ممكن يوصل لضعف او حتى 3 اضعاف سعر المنافسين من شركات مشهوره. بس ايه السبب؟ اول حاجه، انت بتدفع مقابل التكنولوجيا المتقدمه اللي بتاخدها مع البايك ده، انظمه تعليق الكترونيه، شاشات تي اف تي، اوضاع سواقه متعدده، ومحركات بوكسر قويه جدا. ثانيا، المواد اللي الموتوسيكل معمول منها مش رخيصه، شاسيه الومنيوم، دهانات مقاومه للخدوش، جنود قويه، شنط الومنيوم متينه، كلها اضافات غاليه جدا في التصنيع وبترفع القيمه النهائيه. اما الصيانه فهنا بقى لازم تكون مستعد تدفع اكتر من العادي. قطع الغيار الاصليه من بي ام دبليو دايما اغلى، والفنيين المدربين على الموتوسيكلات دي مش كتير، وده طبيعي يرفع التكلفه. بس في المقابل انت بتاخد اعتماديه وجوده تخليك مش محتاج تزور الورشه غير للصيانه الدوريه. اصلا البي ام دبليو جي اس مش موتوسيكل رخيص، لكن كل جنيه بتدفعه بيديلك قيمه في الاداء، التكنولوجيا، الراحه والمتانه اللي ممكن تعيش معاك سنين طويله جدا من المغامرات اللي ما بتخلصش. كمان عيلة جي اس بي ام دبليو كبيرة وفيها موديلات كتير من أول 310 سي سي لحد 1300 سي سي. والأكيد إننا هنعمل فيديو تاني لتاريخ البايك ده وموديلاته، لكن الفيديو ده كنا بنجاوب على السؤال مهم. في الآخر البي ام دبليو جي اس مش مجرد موتوسيكل ادفنشر، ده أيقونة بتمثل المغامرة، التكنولوجيا والهيبة الألمانية كلها في حاجة واحدة. انت مش بتشتري وسيلة نقل، انت بتشتري تاريخ من الانتصارات، جودة تصنيع تخليك واثق في كل رحلة، وتكنولوجيا بتخلي المغامرة اسهل وامتع من اي وقت فات. عشان كده سعره غالي، وعلشان كده ليه مجتمع ضخم حوالين العالم شايف ان الجي اس مش بس موتوسيكل، ده لايف ستايل. قولي في الكومنتات ايه رايك، وهل شايف انه البايك ده يستاهل فعلا سعره ولا اوفر ريتد؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وشكرا على المشاهدة.